انا لو قلت لك ان دي المره الخامسه او السادسه اللي انا اصور فيها الفيديو ده انت مش هتصدقني. يعني دي المره السادسه او الخامسه، والله يمكن اكتر من السادسه كمان. فعايزين ننجز كده. فهنسمع النهارده بسايكو ام مانيبيوليشن. انا حفظت الاسم وحفظت التراك. بصوا هنسمع النهارده مانيبيوليشن بسايكو ام. ابن عيلتي قايل لي على الانستجرام عشان يعرف بس ان انا بحب ولاد عيلتي. والله دي سادس مره وسابع مره. بعد ما بوصل لنص الرياكشن بعيده تاني. انت متخيل؟ بسمع 10 دقائق او 12 دقيقه بالرياكشن، يعني بالنسبه لي يعتبر نص ساعه. اسمع النهارده وصلكم مانيبيوليشن. فلو عايزني اسمع تراكات قديمه او تراث قديم سيب لي في الكومنتات التراث بتاعك او التراك التراث بتاعك، ودعمني عشان اقدر اكمل في السلسله دي بانك تشترك في القناه وتفعل الجرس وتسيب لايك للفيديو وتسيب لي رايك في الكومنت تحت بتراك قديم. تعالوا نسمع التراك وصلكم مانيبيوليشن. انا مستعجل عشان انا زهقت من المقدمه، عملتها 6 مرات او 7 مرات. ما تنساش تتابعني على الانستجرام، ده الانستجرام بتاعي، تابعني هناك عشان تقول لي هناك تراكات وحاجات اعمل عليها رياكشن. فخلاص بقى انا قضيت. تعالوا بقى نسمع الرياكشن او نسمع التراك. سما زرع زي الكتمة رديتني هقوم هدمك ردمك دفنك جوا حفرة نفس الحفرة الدنيا بتلف زي البكرة هتشوف بكرة بلدها أوكرا تعبان كبرى. تشيك بيانفينيو في عصر الفتن، في عصر الانحطاط، في عصر المحن، عصر فيه مخططات قاعدة تصير، في حاجات مش مفهومة دونك لازمها تفسير. باش تفهم واقع الحاضر لازم تفهم الباسي. عشان تفهم الحاضر لازم تفهم الماضي. يعني عشان تفهم اللي بيحصل دلوقتي انا بقى هشرح لك الماضي وهشرح لك اللي بيحصل قبل كده. فعشان افهم برضك التراكات الجديده في تونس لازم اسمع التراث التونسي. فسيب لي في الكومنتات التراكات التراث، الحاجه اللي هي نار كده. تمام نكمل. انا نعطيك التاريخ اللي ما يتقراش في الليسي، سياسة المراحل نفهمك ليستوريك، ايتاب باغ ايتاب نعطيك لا فريز كرونولوجيك. اول مبادرة التاريخ نتاعها كان بعيد بين تيدر هرتزل والسلطان عبد الحميد. تيدر هرتزل مؤسس الصهيونية، سلطان عبد الحميد يحكم الدولة العثمانية. المطلب كان خبيث كان واضح ومحدود، يتنازل على فلسطين وتولي دولة لليهود. السلطان رفض، كانت عنده نخوة بلا اطماع، قالهم مستحيل قطعة من ارض الاسلام تتباع. ومن غادي بدا التخطيط وبدات المنظمات كالاتحاد والترقي كما تركيا الفتاة. منظمات تخدم وتحارب كونتر الدين، الاعضاء نتاعها الكل كانوا من الماسونيين. الهدف نتاعها هو الاطاحة بالسلطان وتبدل الاسلام بالقومية والاوطان، وكيف هكا تقضي على الخلافة الاسلامية وتبني وتاسس تركيا العلمانية. الوغ لا تركي تولي بوابة الالحاد، تفتن العرب وتولي الباب ليدخل. انا حاسس ان انا بسمع درس تاريخ او مدرس بيشرح لي درس تاريخ. يعني القصه بتنحكي من الاول وتحس ان بسايكو كان قاعد ماسك ورقه وقلم وشغال يكتب بس عن طريقه التراك، كانه بيكتب تراك. يعني بيسرد قصه تاريخيه بس بتراك. منه الفساد مع مصطفى كمال يزيد في العلماء ويصاروه قائد عظيم تكتيك صناعة الزعماء. باش تفهم البروسيسوس وتكنيك المؤامرات لازمك فيزيون استراتيجيك تواكب التطورات. العصر هذاك كان جحيم كان سيل فيه الدماء في الحرب العالمية بين المحور والحلفاء. الدولة العثمانية تحارب كونتر لانجلتير، مالا لانجلتير كان لازمها ان تاكتيك دو غير، ان تاكتيك ضعف بها القدرة العسكرية مالا تاتاكي الخلافة من الجبهة الجنوبية. مي لازم فما عميل وخائن عليه تتكى والقاتل اللي تلوج عليه في شريف مكة. تانكيت نتعمق ونزيد نبين شريف مكة هو المعروف بالشريف حسين. بالنسبه بس لولاد عيلتي يا اسطى انا ما بهز راسي. انا ببقى الكلام ده متوجه لابن عيلتي اللي كان بيقول اللي على التراك على انستجرام واكيد يعني شايف. يا اسطى انا بهز راسي عشان البيت، انا سامع البيت فبندمج مع البيت برضك، فببقى بقيم البيت وبقيم التراك وبقيم الفيديو. البيت بيخلي الواحد كده. انا بسمع بالهاند فري فالصوت البيت بيخبط في ودني كده، انت فاهم.
كان طمع في الحكم بالانقلاب ولا الحيلة، كان عنده عقلية الغاية تبرر الوسيلة. مي البروبليم سي كان ياسر بات لانجلتير كانت تحركه من فوق كيما الماريونات، غردته بالمساعدات وبالغونفور ميليتير. ليسونسيال يتوغل في الخلافة كي الكونسير، وعدته بالحكم وبالكوبيراسيون ايكونوميك، وبار كونتر يعمل انقلاب على الريجيم الاسلاميك. ومعامك ما هون في مصر بدات المراسلات كيفاش يطيحوا النظام الاسلامي بالانقلابات، وهوني وصمة عار جديدة في تاريخنا تتكتب. خيانة عظمى حركها لورانس العرب، مي بيان سور الخيانة ما نسميوهاش خيانة، ألعب بالمصطلحات نعطيوها أسامي مزيانة. الحرب الصليبية يكونتر أهل القبلة، نعطيوها اسم الثورة العربية الكبرى. يعني هو بيداري الخيانه بتاعته بالثوره العربيه العظمى، يعني بيقول عليها بيسميها ثوره عربيه عظمى، بس هي خيانه يعني بيداري وراها اللي هو عامله او الحاجات اللي هو عاملها غلط. هكايا بدا يتنفذ البلان تاع ابليس، وغدروا بالشريف حسين في الكواليس. في روسيا صير معاهدة سايكس بيكو في لو 16 ماي 1916، كان السيتو ان اكور صار بين لانجلتير وبين لا فرنسا، ينص على تقسيم الدولة بعد لا ريزيستونس. لا فرنسا تاخذ سوريا ولبنان بلعبة بوليتيك، لانجلتير تاخذ الاردن والعراق ببلان ديابوليك. كان بعد بعام في 1917 يتبدل الوضع وتصير برشا تطورات. في روسيا تقوم لا ريفوليسيون بولشيفيك، وبدات بوادر تأسيس لونيون سوفيتيك. فلاديمير لينين يأسس دولة شيوعية، نص الحكومة من أتباع الصهيونية، وكيف هكا لي سيونيست ولات عندهم انفلونس. صار تطور باش يكون عنده دي كونسيكونس، لي جويف ولات عندهم بوزيسيون ياسر فور. هذاك علاش في نفس العام جا الوعد تاع بلفور، لانجلتير كان لازمها تكثف الجهود وتقدم الوعود باش تكسب رضا يهود. دونك لازمها تلعب لعبة للعرب وتعطي فلسطين. انت عارف لما يبقى مدرس التاريخ بتاعك او المدرس بتاعك بيديك درس، فانت خلاص بتقول له انا اكتفيت، دماغي صدعت من كتر المعلومات، فتلاقي المدرس يقول لك لا احنا هناخده كمان صفحه وكمان صفحه، فانت بتقول يعني انا دلوقتي التراك من كتر ما انا عمال اخد معلومات خلاص دماغي حاسس ان هي صدعت بجد. ف المستوى تراكاته كبيره او كبيره جدا جدا، يعني انت متخيل ان تراك ربع ساعه كام كلمه اتكتبت فيه؟ يعني كام كلمه مكتوبه في التراك ده؟ يهود فوق طبق من ذهب، مي لازمها ما تبانش كقوة استعمارية وتدخل تحت ثوب حماية الثورة العربية. من المنطلق هذا لانجلتير بدأت تتحرك ولعبت اللعبة مع كامل اتاتورك. مصطفى كمال كان من أكبر أعداء الدين، كان قائد الجيش العثماني في فلسطين. خيانة اتاتورك هي تثبت في الكريز، رجع بالجيش وخلى الطريق للانجليز. وبار كونتر في تركيا بعد ينصبوا زعيم ويحارب الإسلام ويولي قائد عظيم. وكيف هكا تدخل الانجليز بالحق الدين مخبي، يدخل الفيلق يقودوا الجنرال اللمبي ويقول الجملة المعروفة التاريخية: طوى بركة وفات الحروب الصليبية. وتطيح دولة الخلافة الإسلامية في بلاصة الإسلام تجي القومية العربية. هاك شوفت لا تكتيك واللعبة كيفاش ملعوبة، كيفاش خسرنا فلسطين تحت اسم العروبة. اللي صار هذا كل سي كو لا بروميير بارتي. هو اتكلم هنا بقى بيسرد التاريخ وبيسجل احداث التاريخ. بجد انا فرحان ان انا بدون حاجه زي دي او بسجل حاجه زي دي في التشانل عندي. يعني بشكر ابن عيلتي ان هو اداني تراك جامد زي ده. بس والله التراك بيبقى كبير قوي، يعني كبير مدته كبيره قوي، بتفشخني في المونتاج حرفيا. مازال فما ان دوزيام كوشمار باش يجي، مي بيان سور اللي جاي هو لو بلو دونجورو مع الثوره المصريه في 1952. بعدها بعامين يتم اعلان الجمهوريه بقياده عبد الناصر الدوله اشتراكيه. بيان سور السوسياليزم كان سيد الاحكام، اختاروا منهج كارل ماركس على منهج الاسلام. وزادت ماتت الشريعه الاسلاميه وطلعت اقوى شعارات القوميه العربيه: حكومات لا دينيه ما تحكمش بالاسلام، تحكم بالعلمانيه، عندها دين كله اوهام. جمال عبد الناصر كان هو ابو القوميه، كانوا يشوفوا فيه بطل الامه العربيه. ذاك علاش تاريخ اسود في الامه تكتب كي تاثروا بالقوميه برشا زعماء عرب. في العراق يجي صدام حسين ويجي ياسر عرفات، في فلسطين في ليبيا يجي القذافي بعد ما الحكم تقلب. في نفس العام في سوريا جا حافظ الاسد، في تونس جا بورقيبه، في الجزائر احمد بن بله. زعامه قوميه ما تستعرفش بالمله، ما تحكمش بالاسلام، تتبنى لا لايسي. يا اسطى انت مش انت يعني بيصير ماسك كل الحكام العرب وشغال فيهم، ما بيسيبش حد، يعني شغال على كله. جاب جمال مصر وتونس والعراق وليبيا والمغرب والجزائر، شغال في كله.
بمنهج العلمانية تحكم لا سوسيتي. نفسر لك العلمانية نعطيك لا ديفينيسيون هي سيباراسيون بين ليتا وبين لا ريليجيون. معناتها ينحيوا الإسلام ويحطوا قوانين وضعية جايبينها من الشيوعية ولا الثورة الفرنسية. بلغة أخرى هما أقوياء ما يستحقوش العون. بلغة أخرى هما أعلى من إله الكون. بلغة أخرى فريمون ما لقيت نقول فولتير وكارل ماركس زوز أعلم من الرسول. مالا بيع شراب واعمل بيوت للزنا شي يهمك في القرآن وامشي حل الربا. لازمك تغزر للدنيا بنظرة تقدمية واخضعك بالإسلام. الإسلام راهو رجعية. دوماج اليوم كي نسمع لي يتقال الزعماء هذوما يصوروهمنا كالأبطال. أنا استقلال القومية عندي ماهوش استقلال ودرابو بلادي ماهوش روجي بلون فيه نجمة وهلال. أنا درابو بلادي عنده تاريخ مجيد اللون نتاعو أسود وفيه راية التوحيد. حتى بيتكلم عن التكفيريين ان هم بيقول لك التكفيريين واللي بيقولوا ان هم مسلمين وعلمهم اسود ومكتوب عليه اللي هو لا اله الا الله محمد رسول الله بالابيض. يعني هو بيوصف كل حاجه بالملي. أنا بلادي من المحيط الخليج هذاك علاش كي نسمع كلمة فلسطين وحدي نهيج. راني نقولها وما يهمنيش في الشتائم راني نقولها ولا أخاف في الله لو ما تلائم. راني نقولها أون طونك رابور يحركني الإيمان. لا بديل على الإسلام لا بديل على القرآن. كنا دولة واحدة تحت راية الخلافة لا تفرقنا حدود لا تفرقنا مسافة. عنا رب واحد كان عنا عقيدة واحدة كنا إخوة في الإسلام والشعوب الكل متحدة. اليوم جات القومية والإلحاد بيفرقنا بعدنا على بعضنا وتشتتنا وتمزقنا. اليوم ولينا انا تونسي وانت جزيري والاخر مصري. يا اسطى بجد انت راجل وطني بجد والله يترفع لك القبعه. ويعني راجل وطني يعني بيقول لك ما فيش بينا حدود. سيبك من الحدود دي احنا وطن واحد وشعب واحد وكلنا اخوات. ريسبكت اصلا الاستاذ كويمي. القومية العربية اليوم نستني في أصلي. هذاك علاش كنشوف شي يصير نبقى حاير بين اخوانا المصريين واخوانا تاع الجزائر. على بارتي فوت عادي تطيح الارواح. لازم الشعب المصري يموت بالشعب الجزائري يرتاح. ومن بعد ضربنا الفيروس احنا توانسة نتحالفوا في المصريين بتذكرة للجبانة خالصة على أسرى الترجيين. الناس بكات بالملايين ما بكيناش عليهم كيف أسرى العراق وفلسطين. بورتون في فلسطين جون تجاهد على الإسلام. الجيش يبدا وراه والمدرعات قدام. ما يغيبناش كي يطيح أسير في الأيدي الصهيونية قد ما يغيبنا واحد يجاهد ويدافع على الجمعية. زيد الفيراج غادي كشو كاني أنا لهنا في بلاصة يستغيث بربي غني حومة الحماة. يستغيث بالقومية وشعارات الوطنية. شباب لعبوا بين السهويت الإسلامية. باركونتر ما قلت لك شي اسكت ولا ابقى كالم. نعرف باللي حاكم مصر غادي هو الظالم. ما قلت لك شي طبس راسك ولا ارضى بالظل. اقسم بالله انا هنا نغلي وقلبي تعبى غل. مي كانت عندي نظرة بعيدة وفيزيون بوليتيك مش كيما برشا رابرات حابة تعمل بيبليك. كنت قادر نخرج بجد انا بحبيت بصوت كويم. حتى التراك بتاعه متدعم بفيديو كليب يعني متدعم بفيديوهات بتوثق اللي هو بيقول. يعني الكلام اللي هو بيقوله متوثق بفيديوهات من التاريخ القديم للتاريخ الجديد. هو بادئ من اول العثمانيين والفتوحات الاسلاميه والكلام ده وجاي على الثورات وعلى اللي بيحصل دلوقتي وثوره مش عارف الحاجات الجديده اللي هي بتحصل دلوقتي. يعني جايب لك من التاريخ للجديد من القديم للجديد. بكل مثيل نزيد نأجج الفتنة وخلي الدم يسيل. كنت قادر نسب شعب وحكومة مصر. مي عارف باللي هذا كلام ما عنده وين يوصل. النصر راهو ما يجيش بالسبان ما يجيش كي نشعل النار ونزيد نشر العين. السبان والشتائم مش من منهج النبوة. الحكمة والحجة هما اللي فهم القوة. اون بلوس الراب نتاعي الكل قايم على التحليل. هذاك علاش ما ننفعلش نعطيك راب كله تفسير. الور افهمني وركز وما تبداش مشنج. العب بنهم كيما في بارتي شطرنج باش تفهمها لازم تخزر القدام. لازم عندك لا مونتاليتي بسيكو ام. لازم عندك لا ستابيليتي بسيكولوجيك وفيزيون انترناسيونال وانتيليجونس اناليتيك. لازم عندك فيزيون تقدر تكشف المستور. عندك فيزيون تقدر تقرا ما بين السطور باش ما تطيحش في اللبياج كيما صار معاهم هما. وتقدر تعمل فرق بين الشعب والحكومة. الحكومة والاعلام المصري اشترهم عملاء والشعب. اتكلم هنا عن الشعب المصري واللي بيعاني منه الشعب. يعني الوطن العربي بيتكلم على معاناة الوطن العربي كله واللي بيحصل في الوطن العربي كله والسياسات كلها والسياسات والمشاكل كلها. مسكين هاوي قاسي في الشقاء هاني نقولها وما يهمنيش في الشتاء ماني نقولها ولا اخاف في الله لو ما تلائم جو مون فو.
من سياسة الحكومات. الشعب التونسي والشعب المصري زوز يبقاو اخوات. ما تخليش القومية والعروبة تأثر فيك، ما تتبعش شعارات لزيتالايك. انا عندي يقين وما في حتى دود، أمة اجتمعت على الإسلام ما تفرقهاش بارتي فوت. حكيتلك على القومية جست من لو بلان استراتيجيك، من لو بلان ميليتير ولو بلان جيوبوليتيك. توا نفسر لك من لو بلان مونتال، من لو بلان بسيكولوجيك ولو بلان تاع حرب الأفكار. كيما العادة ركزوا باش نبدا نفسر، نرجع بيك سنين التالي نحكي لك التاريخ تاع مصر. هو ده دلوقتي بقى يجيب تاريخ مصر بقى، هو كده داخل على مصر بقول لك هنبدا دلوقتي نحكي تاريخ مصر ونجيبها من الاول. تعالوا بقى نسمع مصطفى يكون يحكي لنا قصه مصر ازاي. نحكي لك تاريخ الأمة وين بدأت تعاني. عهد التغريب الفكري جمال الدين الأفغاني، عهد نشأة أشباه المثقفين والأفكار العلمانية اللي تحارب في الدين. التاريخ رفع الطهطاوي وتاريخ طه حسين وتلاميذ محمد عنده كيف أمثال قاسم أمين. العهد كامل أتاتورك وعهد سعد زغلول والدعوة للتبرج للفسق والفجور. عهد التأويل والتحريف الفتاوي، عهد تحرر المرأة تحت راية هدى الشعراوي. طلعت شعارات القومية والإلحاد والحرب الفكرية اللي كانت تنشر الفساد. الطعن في الدين ولات اسمه جرأة، الانسلاخ على الإسلام سماوه تحرير المرأة. وطلعت ناس تحكي باسم الدين، علماء عملاء شرهم منافقين، علماء بلا ميثاق قلوب كلها نفاق. والأزهر الدنس بمصطفى عبد الرزاق. واحنا زاد ضربنا الفيروس في البلاد في العهد القديم بافكار الطهر حداد، والنتيجه سيكو فسخو شريعه. يا اسطى ايه كميه المعلومات اللي انت مخزنها في دماغك دي؟ خزينه معلومات يا جدعان، يعني في خزينه في دماغ بوسايكو ام. تعالوا نكمل. إسلامية في بلاصتها حطوا مجلة الأحوال الشخصية. هذوما شخصيات يصوروهم عظماء وانا نبقى ديما نخزر لهم سفهاء. وما تقوليش طبال دغوا وتفرض عليا سكات وتقول لي ما عندكش الحق تنقدها شخصيات. ما قبل ما تقف وتجي بسيكو ام حسبهم قبل كيف انتقدوا الإسلام. ما عنديش الحق نقد شخصيات معروفين ونورمال عندكم هما كيف ينتقدوا دين. بغيف هذوما ناس قلوبهم على الحق مال، دعاة للتبرج الفسوق والانحلال. واليوم على خطاهم او جانا جيل جديد، نفس الجيل اللي طايح السلطان عبد الحميد. ناس ميدياتيزي واصلين في الاعلام بافكار العلمانيه يتهدم الاسلام. تشوف التقدم في العراء والزنا، ذاك علاش في ناس ما كيف يسمعنا قله الاحياء. سمعنا اكت خيس مريضه لازمها تتعالج، قاعده تقول هوني في كلام ما يتقالش فريمون. مالا سكوندال فيها ليميسيون، كلام قهاوي ما يتقالش في التلفزيون. يا ديني انت متخيل ان هو بيقول لك ان هم بيقولوا في الاعلام كلام ما يتقالش في على هاوي. يعني بوسايكو بحس ان بوسايكو فيلسوف. ادي يا ابن بحس ان بوسايكو دارس الكلام اللي بيقوله ده، يعني متعلم جامد، يعني فيلسوف بجد يا جدعان. ومن بعد تجي تحمل راية الأمة وتفتي في الحجاب وتفهم في الفقه والسنة. الحمد لله عنا هكا اكت خيس تقود المرأة والأمة بالشامبانيا والباستي. شوف دي رياليزاتور عندهم كومبلكس، عندهم قرن في الدومين يحكيونا كان عساكس. يا تشوف أفلام تشوه الإسلام والبوليتيك، يا تشوف أفلام الكل خماج الكلها إيغوتيك. سينما كلها دعارة معبية بالقذارة، كي ثوروا مرا في الفرش عندهم قمة الحضارة. ما لا يجي نعطيك مثال للتقدم العرب في حلق الواد عصفور سطح وسفايح ذهب. ونشوفوا بنات بلادنا والمرأة التحررية كيفاش تشرفنا في السينما المصرية. يعطيوها دي ميداي في الفساد ودي ديبلوم. أقوى أكتريس في السيت السكس.com. اسكو المرأة لازمها تعري باش تواصل فنها؟ اسكو المرأة باش تتقدم لازم تعري بدمها؟ باش تتقدم لازمها في الحمامات وحدا صيف باش تتقدم لازمها تشرب وتتكيف. وكي تلبس الحجاب هذه تولي ريغريسيون. العفة رجعية ما تواكبش السيفيليزاسيون. يصورونا في الإسلام فيروس قاعد يهدم، والإلحاد والعراء هو اللي يبني التقدم. هذاك علاش ولاو يميعوا في الشباب، ولينا نشوفوا الشيك ميني يفتي على الحجاب، نشوفوا حيرة. فعلا والله عمالين يفتوا بيقول لك بيفتوا في الحجاب، وان هم بيتكلموا لك ممكن تقلع الحجاب وممكن تلبسه وممكن تعمله. فهو بوسايكو بيقول لك ان هم طالعين يفتوا بقى، كل واحد بيفتي ويقول لك هي بتحب التبرج وعايزه تقلع الحجاب برضه. معلومات
مسلمة ضايعة في أوهامها، بورتون السنة وكتاب الله قدامها. شوفوا ناس حابة تغرقنا في الشهوات، يجادلوك بالباطل ويغطيوا الحق بالشبهات. شيخة كيما المكان بستيل نعومي كامبل، تفهم القرآن خير من أحمد ابن حنبل. هذاك علاش البلاد بدوا الحجاب بالبيرسينغ، جينيراسيون مكتوب جينيراسيون كاستينغ. هذه تكنيك دو مانيبيولاسيون مونتال جاية من ان دي مول انترناسيونال. الصهيونية تسير لي ميديا في لا تونيزي، ولاو حركونا كيما في اللابسيكو كينيزي. لي ميديا تفورماتيلك مخك كي ديسكات، تولي تسيرك وتحركك كيما لي ماريونات. هذاك علاش ولا عنا شباب مهمش، شباب كي تجي تفسر له ما يفهمش. تيجي تفسر له ما يفهمش. حلو اصلا انت برنسو، انا دماغي سطحت من كتر المعلومات اللي هو عمال يقولها والفيلسوف. نشوفوا لي تروبل دو لا بيرسوناليتي، شباب عنده اون كريز ديدونتيتي. شوفوا شباب ضايع ما عنده شي ايمان. شوفوا لي زوموسيكسيال وبنات ليزبيان، كتروا لي بي دي وبنات الجوت ميني. لي كانا في الشارع اليوم ولا تغراتوي. شوفوا لي زيميسيون كل يوم في التلفزيون، العباد تصفق وتشطح على لي شانسون. شعب العراقي يموت ويتكفن بالكفن، ما يهمش هما في وطن واحنا في وطن. هذه سياسة التفريق، هذه لا بوليتيك تاع لي زيتالايك. اخواتنا في فلسطين يغتصبوهم اليهود، واحنا هوني نتفرجوا باسم الوطن والحدود. خلينا ملا شيخين نشجعوا في بجد انا عشت مع اللحظه، والفيديو كليب موثق كل حاجه وبيحكي، يعني هو بيتكلم بالليركس والفيديو بيوضح. الفيديو كليب اللي هو جايبه بيوضح معاه اللي بيحصل واللي داير في الوقت ده. بارتيات تنكيت كل سامدي سوار، فما شيخة وخرجات. هانا شيخين بالغناء والمسلسلات، نعيشوا حرية الوهم وقلوبنا في سبات. هذه القومية العربية هاك تشوف المآسي، شوف التغريب الفكري وزيد التغريب السياسي. فلسطين ما تبكيش كان باعوك الحكام، هاو جايك جيل باش يرفع راية الإسلام. هاو جايك جيل ما يخافش لا من الموت لا من الحبس، جيل يتمنى تكون عنده 1000 نفس. نفس صورة نفس تموت عجلك يا غزة، على الجثث نتاعو ترفع راية العزة. بس احنا كده خلاص وصلنا اخر رياكشن. لو كنت اشتركت في القناه اشترك وفعل الجرس، سيب لايك للفيديو. ويعني لو عايز نعمل لك تراك او رياكشن على تراك او تراس تونسي قديم، سيب لي في الكومنتات. وتابعنا الانستجرام بتاعي، الانستجرام بتاعي مثبت في اول كومنت تحت. انا خدت معلومات بما فيه الكفايه. اشوفكم على خير في الرياكشن الجاي.